السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غسان ياسر، فنان تشكيلي، شعار فني، لا تبقي شيئا، ومن الرخيص كل نفيس. بدأت الفن اللي هو إعادة تدوير قبل 25 سنة، واستغليت تقريبا جميع الخامات اللي تقع عيني عليها، من قشور البيض، من المعلبات الفارغة، من المواد البلاستيكية، مخلفات الطبيعة والبيئة بشكل عام. وهون الحمد لله تقريبا صار لنا 3 شهور نشتغل بورشه اعاده تدوير الخامات المدرسيه، وهي فكره جديده، هي تدوير كل الخامات اللي بتخلفها مدارسنا بشكل عام ومدارس الوطن العربي بشكل عام. ومعروف العلب عصير، اكياس الشيبس طبعا بكثره، الكرتون، المواد البلاستيكيه، مخلفات المختبرات. هون طبعا الورشه علمنا الطالبات كيف يعيدوا تدوير الخامات، وهي هي الخامات من أكياس الشيبس. وقبل ذلك هنا رفوف من البوكس أو العبات الفواكه، ممكن نحط فيها أحذية وممكن نستعملها لمكتبة. وهنا أيضا اللي خامات الشيبس، طبعا هاي خامة أول مرة يتم استغلالها بهذا الشكل. وهذا كمان من القلن الماء الفارغ كما بتشاهدوا، ممكن نستفيد منه لجمع القاذورات في منازلنا وما بكلف شيء، موجود في بيوتنا بقايا أقلال الزيت أو المياه وإلى آخره. وهنا طبعا هي خامات من أكياس الشيبس، وهنا من العلب العصير. وهنا عملنا طاولة وسط من اللي هي أكياس الشيبس كما بتشاهدوا. طبعا هاي أكياس الشيبس معروفة لدى الجميع. وهنا عملنا منها كمان أكياس الشيبس أشجار، ممكن تزين بمكاتبنا بيوتنا وكما بنشاهد، وبنفس الوقت بنقضي على مادة قاتلة للبيئة ومنتشرة بكل شوارع الوطن العربي. وهنا من مخلفات اللي المدارس أقلام رصاص، ممكن صنعنا هنا مقلمة، وهنا صندوق لحفظ المجوهرات. كل هذه من أكياس الشيبس. هون كمان من أطباق البيض المستهلكة الفارغة صنعنا هذه الساعة، يعني ممكن تكون تضع في بيوتنا في منازلنا، الفائدة منها ومنظر. وهون كمان تيبل لامب من الأوراق المستهلكة، وهذا أيضا صندوق، وهذا كمان صندوق لحفظ المجوهرات كما بتشاهدوا. هاي أيضا مرآة، وهاي كمان مرآة من اللي هي مخلفات الطلاب، من بريات، محايات، حتى كمان اللي هي ملاقط الغسيل المستهلكة في بيوتنا. وهي كمان مرآة. هون ممكن نضع شمعة اللي هي مشان الزينة، وهون كمان لحفظ الأمشار كما بتشاهدوا. هذه المرآة كلها من مخلفات اللي الطلبة. وهنا ممكن نضع فيها باكيت فاين. كمان هنا صندوق مجوهرات. هنا زينا بأكياس شيبس العلم الأردني. هاي منظر كوخ. وأيضا هذه مخلفات طبيعة، أخشاب، بقايا أخشاب صنعنا منها هذه التماثيل، وهي ممكن نحسن دخلنا ونبيعها ونسوقها ونحصل على دخل إضافي تحسن دخلنا كمواطنين كهواة. هنا فكرة جميلة اللي هي كما بتشاهدوا، هي حافظ أو حامل الحلويات مصنوعة من شظية قنبلة. هي تستخدم للقتل، لكن هنا استخدمناها للخير والسلام. وأيضا هاي شمعدان من شظية قنبلة. أكيد اللي بتابع الأمور المعارك والحروب بيعرف أنه هاي تقتل 50 شخص إذا سقطت في وسطهم، لكن هنا صنعنا منها شيء اللي للخير والسلام.
بدل القتل. وها هي كمان تماثيل، تحف، وكلها جميعا من مخلفات الطبيعة ومخلفات البيئة. هذا كمان زيتي باللامب مصنوع من بذور الزيتون. الفكرة انه نجحت، انه الحمد لله استطعنا انه نحول الخامات المستهلكة بالمدرسة، وهي الفريق اللي هو اللي بيشتغل معنا مجموعة من الطالبات طبعا بنشاط وبهمة وبقناعة تامة اقتنعوا وصاروا يساعدونا بجمع المهملات والنفايات، وهلا بيشتغلوا، وتقريبا علمناهم طريقة تدوير الخامات لخامة الشيبس، وطبعا ساهموا بشكل كبير بنجاح مشروعنا. شكرا.